اهلا بيكم في قناه طبخه وفكر. النهارده جايبه لكم تتبيله شامله ان شاء الله هتدعي لي عليها بقى، للمحشي، للبانيه، للمشويات، شامله ان شاء الله هتعجبك. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعموني باللايك وتشيروا وتشجعوني. هنبدا وصفتنا دلوقتي. معانا فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر. الفلفل اللي عندك كله، ممكن تعملي فلفل احمر واخضر بس، وليمون. والعلبه دي هنحطه فيها فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل اصفر زي ما انت شايفه. ولو ليمون عندك قرب يبوظ برده هيبقى ممتاز في الوصفه دي. بتمسكي الخضر بتغسليه كويس، بتقطعيه زي ما انت شايفه كده. انا ممكن كنت عملتها في الخلاط بس استسهلت الطبع عشان يبقى يعني ايه، قدامكم ايه الحاجه ايه واضحه كده. بقطعه زي ما انت شايفه كده اهو. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ ليمون، خل، كمون وفلفل اسود. بس ده اللي انا بعتمد فيه. عايزه تضيفي بهارات بمزاجك ضيفي. ليمون، خل، توم، فلفل احمر، فلفل اسود، فلفل، كمون، ملح، زيت. دلوقتي بعصر الليمون زي ما انت شايفه كده. كل ليمون ما بقى كتير كل ما بقى احلى. تمام. قرب يبوظ عندك مفيش مشكله يعني، عادي سليم برضو هيمشي مع التوم الصحيح اللي انت شايفاه كده. وهنا انا دقه توم بفلفل احمر ده جاهز برضو، باخد منه معلقه عشان يبقى سبايسي كده وطعم التوم يبقى دارك فيه. دلوقتي فلفل الاسود والكمون بتاعتي، البهارات اللي انت عايزاها، والملح بتاعي. والزيت هستنى شويه عشان لو حطيته وبضربه في الخلاط بيبيض. تنزلي بنص كوبايه خل او ربع كوبايه خل، بتضربيه في الخلاط، بتزودي ربع كوبايه الزيت دي. بصي بتطلع شكلها عامله ازاي، جوسي وجميله بقى. معلقه للمحشي، لتتبيله السمك، للمشويات، هتدعيلي عليها. طبعا انا بضرب نص كوبايه ميه عشان يمشي في الخلاط. بصفيه، بسيبه يصفى كده في مصفى، بيطلع لي الصوص ده. بكور الكفته بقى وبدهنها كده منه، بتبقى زي الفل. للتتبيله برضو تحطوا منه البانيه، هتنفعك، هتبقى زي الفل. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. متنسوش اللايك. سلام عليكم.